من بعد كنتو في المحكمة، شنو هو اخر قرار اللي اتخذ وكيفاش تقدر تشرحوا الراي العام الوطني؟ اليوم تبين بأنه بعد ما تقدمنا أمام السيد قاضي التحقيق، السيدة قاضي التحقيق، تبين أن هناك أطروحتين مختلفتين، وأن جميع الأشياء التي ضمنتها لا الصور ديال الكاميرات ديال الفندق ولا الشهود اللي كانوا، بأنه ما كاينش هو الاحتجاج، وحيدوا الاحتجاج فقط احتجاج في المنطقة. هذا الاغتصاب ما كاينش اغتصاب، لان هي اكدت بان لم يكن بينها وبين اي علاقه. هذا الشيء اللي جعل انها ملي خرجت مشات دارت شكايه، وعندها شهاده طبيه ديال يومين ديال العزل، وما فيها حتى شي علامه، ولم يكن بينهم اي لقاء جنسي او كان. هذه الاولى. نعم. الشيء الثاني اللي كاين هو انه احنا دينا السيد قاضي التحقيق بجميع الاوجاج لكي تقتنع، إلا أنه كان عندنا واحد المشكل فقط، هو أنه قالت أنه لا يمكن أن أقرر بعدم متابعته قبل أن أستمع إلى المشتكية، وأن أقوم بالمواجهة بينه وبينها، بالكونفرونتاسيون بينه وبين المجتمع. هذا الشيء اللي جعل أن ندير طلب الإيداع. اللي مشينا حنا لدرك الإيداع، رافعنا وعطينا جميع الضمانات والناس على المجال الشخصية وأمل ديالو على العدد ديال الشباب، وبأنه حنا مستعدين نعطيو جميع الضمانات باش يتابع في حالة فرح. أكثر من هذا كانت الإجابة هي أنه ما نقدروش ناخذوا هذا القرار قبل ما يكون المواجهة مع المشتكي لكي لا يؤثر عليها. نعم. من بعد مشينا لقاضي الحريات والاعتقال، الجوج ديال ليبرتي ديال كاسيراسيون، هو اللي كيبت واش يتابع المتهم في حالة اعتقال أو في حالة حرية. في حالة تبين على أنه السيد القاضي الحريات والاعتقال يأكد نفس الأطروحة بأن خروجه من متابعته في الصلاح، حالة الصلاح، في تخوف أنه يؤثر على الضحية وضرر الضغطية الاجتماعية المتنمية. اتخاذ القرار حنا استنفناه إيميديات. الغرفة ديال السيد قاضي الحريات والاعتقال استنفنا هذا القرار، والاستئناف كيدوز أمام الرئيس الأول ديال محكمة الاستئناف ديال باريس، والرئيس الأول عنده أجل ديال 3 أيام، بما أنه جا الجمعة والسبت فيبتو في إما الاثنين أو إما الأربعاء، لأن 3 عطلة يوم عطلة في فرنسا. وهذا القرار ديالو إلا بت فيه وكان اطلق سراح السيد ما كاين مشكل. إلا كان تشدت بالقرار ديال قاضي الحريات والاعتقال، غادي نمشيو امام غرفه التحقيق، الشامبر دانستركسيون، اللي هي قياده فيها قضاة جماعيين، فيها عده قضاة. هذا قضاء جماعي هي اللي غتثبت فيها في الاخير. نعم. هذا بالنسبه للمسطره اللي كنتظروا انها تمشي فيها القضيه. اذا طرحت عليك سؤال اخر، تلقيتي بسعد المجرد، تكلمتي معاه، شنو هو كيقول لك؟ كاين فيه مطولا هو كاين فيه بتاتا انه كاين اغتصاب، وحتى الصور اللي شفناها مع قاضي التحقيق مع السيده غدا عندنا رضاها وبقات معاه وخرج، ما كاين حتى شي مشكل، وما نويتو مرتفعه، الا انه ما كانش كينتظر انه يتاسف الجماهير والشباب اللي كيحبوا هذه، وربما هذه سحابه عابره 3 ايام ان شاء الله.